كان حضرتك برضو لك تعليق على الإخوان المسلمين، وقلت أنه إذا ما تم يعني انتخابك كرئيس ممكن أنك تسمح لهم بتأسيس حزب، وده أدى إلى هجوم كبير جدا على حضرتك، مش بس حتى من مثلا الحكومة، لكن من حزب التجمع، من كتير بيقول لك ده تأسيس للمحاصصة وللطائفية، تأسيس حزب على أساس ديني وحتى ضد الدستور. فعايز أعرف موقف حضرتك من الإخوان من تكوين أحزاب على أسس دينية، وكيفية انه ممكن يكون فعلا ده تأصيل للطائفية في النهاية. هناك اولا كنا او ابدا بالمشكله، كنا ان لدينا توتر طائفي، هذا امر واقعي نعيشه كل يوم، لا يجب ان نخفي رؤوسنا في الرمال. هناك توتر طائفي نتيجه اسباب مختلفه كثيره، اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. انما بالنسبه للاخوان المسلمين، نظرتي للاخوان المسلمين، وانا لا اعرف حتى قدومي الى مصر اي شخص ينتمي الى جماعه الاخوان المسلمين، فيعني عشان اكون ولكنك التقيتهم عند رجوعي الى مصر في الفتره الاخيره. الاخوان المسلمين في رايي هم جزء من المجتمع المصري، هم اكبر معارضه، 20% في البرلمان. يعني عمليه في رايي مضحكه ان اقول ان ربع او خمس البرلمان هم جزء من جماعه محظوره. يعني لابد عشان نتقدم ننظر الى الواقع كما هو. الاخوان المسلمين يقولوا أن دولة دينية. امس كان معي هنا الدكتور سعد الكتاتني، وهو رئيس الهيئة البرلمانية للجماعة المحظور كما يطلق عليهم، وذكر لي صراحة ان موقف الاخوان هو العمل في اطار ديمقراطي، في اطار دولة مدنية، وليس دولة دينية، ولتحقيق العدالة الاجتماعية. قدموا كما ذكر لي مشروع بإنشاء الأحزاب في مجلس الشعب، يذكر أن حرية تكوين الأحزاب بشرطين: ألا يكون الحزب له طابع عسكري أو طابع ديني. يعني ما نتكلم عليه بكثير من الغوغائية في رأيي، لابد أن نسأل هؤلاء الأفراد. الدكتور سعد الكتاتني وبيتكلم باسم الجماعة وبيتكلم باسم المرشد العام للجماعة، يذكر أنهم لا يبغون وليس من أهدافهم أن يكون لهم حزب سياسي، حزب ديني. وبالتالي إذا كانوا لديهم حزب في دولة مدنية، لابد بالطبع أن أسمح لهم، لأنهم جزء من المجتمع المصري. كل فرد في المجتمع المصري من حقه المشاركة، ليس أنا ولا أنت يا رندا من حقنا أن نحظر هذا الشخص أو أو هذه الجماعة أو نبيح لها. الشعب هو الذي يقرر في النهاية من يود الشعب أن يمثله. يعني إذا حضرتك بصراحة ضد تأسيس حزب على أساس ديني؟ أنا أرفض تأسيس حزب. هناك كثير من الخلط. يعني أنا بأؤيد دولة مدنية كل شخص فيها مسلم وقبطي وأيا كانت عقيدته جزء من هذه الدولة المدنية. الإخوان عشان كده، عشان أنهي هذا الموضوع، الإخوان لا يطلبوا حزب ديني. ما هو حزب ديني ده الإخوان أو غيرهم، ما أنت ممكن تيجي أي طائفة أخرى. البهائيين يريدون تأسيس حزب، يعني كون الحزب ليه مرجعية دينية، هذا لا يقلقني. هناك في أوروبا وفي كل العالم هناك الأحزاب الديمقراطية المسيحية، إنما الكل بيعمل في إطار دستور مدني، في إطار دستور ديمقراطي، إطار دستور يقوم على تداول السلطة، إطار دستور يحقق العدالة الاجتماعية. أيوة، إذا سألتني صراحة، أنا لا أؤيد أن يكون الحزب ديني، ولا أؤيد أن يكون حزب عسكري. حتى في كافة الديمقراطيات تستطيع أن تكوني أحزاب باختار بالطبع، وليس عن طريق تروحي للجنة أحزاب وغيره. وإنما لا تستطيع على سبيل المثال أن تكوني حزب فاشي أو حزب نازي. يعني هناك خط أحمر، إنما الخط الأحمر ده مرتفع كثير عن الخط الأحمر اللي موجود عندنا.